السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل طبق فول مدشوش بلسان العصفور، حلو جدا وطعمه حلو قوي، هيعجبكم ان شاء الله. هنقول بسم الله. حطينا المادة الدهنية بتاعتنا زيت او سمنة او زيت وسمنة سخنوا، هنحط معاهم لسان العصفور ونحمره كويس قوي. يا ريت لما تيجوا تحمروا لسان العصفور او الشعرية لاي وجبة انت بتعمليها، يا ريت تكون النار بتاعتك هادية علشان الحاجة دي تتحمر من جوه وتبقى معاكي مفلفلة في الاكل. هنبدأ بقى نصفي لسان العصفور كويس قوي من المادة الدهنية بتاعتنا. لازم تصفيه كويس قوي عشان احنا هنستعمل الحلة بالمادة الدهنية اللي فيها. بعد كده هنحط بصلاية كبيرة مفرومة ونبدأ نديها تشويحة كده. معانا نص معلقة من الثوم المفروم هنحطها على البصلة ونبدأ نشوحهم مع بعض، وهنستنى عليهم شوية كده لحد ما البصلة بتاعتي تدبل معايا شوية. بعد البصلة ما دبلت معانا الفول المدشوش بتاعنا منقيينه وغسلينه كويس أوي ومصفيينه، مش ناقعينه ولا أي حاجة خالص، هو يا دوبك بس اتغسل وتصفى كويس من المية. هنحطه بقى نشوحه مع البصل والثوم. معانا عصير طماطم ومعلقة صلصة، معانا كمون وكزبرة مطحونين وفلفل اسود والملح بتاعي. هتحط الملح وهتدوقي وتظبطي الملح بتاعك والاكل على النار. هسيبهم بقى لحد ما الطماطم بتاعتي تتسبك كويس قوي مع الفول بدون اي اضافات تانية. خلاص كده هسيبها بس تتسبك كويس. الطماطم بتاعتي اتسبكت، هي البصل والطماطم والفول. بعد كده هنضيف بقى لسان العصفور اللي احنا حمرناه، ونديله تقليبة. بعد كده هنضيف المية المغلية، لو حابة تضيفي شوربة براحتك. بس كده وهسيبها بقى لحد ما تستوي. يا ريت تضيف المية شوية بشوية علشان ما يبقاش فيه سوائل كتير. ده شكل الفول بتاعنا بلسان العصفور. الف هنا وشفا. متنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد.